السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ عملنا زبادي الفراولة الخطير من غير فراولة ومن غير اي حاجة. عملنا الزبادي. لو مش موجود عندنا خميرة زبادي، طب هنتصرف ازاي؟ هنعمل الزبادي ازاي؟ هنعمله ان شاء الله. بس انا غلطت غلطة، وفي اخر الفيديو هقولك ايه هي الغلطة عشان ما تقعيش فيها لما تيجي تعملي الزبادي اللي من غير خميرة. بصوا تحفه، نفس هو طريقه الزبادي دي. بصوا انا حاطه لكم في اي كوبايات عشان لو ما عندكيش حله الزبادي. انا عندي حله الزبادي بس بحب الطريقه ديت اكتر. نفس الطريقه اللي عملنا بيها الزبادي الفراوله هي اللي هنعمل بيها الزبادي العادي، بس مش هنحط نكهه الفراوله اللي احنا حطيناها. وكنا عملنا فيديوهات مع بعض كتير ازاي الزبادي، وبرده ان شاء الله هنعمل الزبادي العادي وهنعمل زبادي المكنه، عشان لو في حد عنده المكنه وما بيعرفش يستخدمها او ما بيطلعش معاه الزبادي مظبوط. مش هنتكلم كتير، هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. وهنعمل بقى اول صنف من الزبادي، زبادي الفراولة. بصوا ده كيلو لبن اتغلى وسبته لغاية ما يهدى. اول حاجة بعملها بدوب فيه القشطة. في ناس بتحب تشيلها براحتهم، بس انا صراحة ما بحبش اشيلها، ولا بحب اشيل الوش بتاع الزبادي اللي على كوبايه الزبادي. هنعمل كده وهندوبه كويس جدا. عايزه تضربيه في الخلاط، عايزه تعمليه بهاند برينتر، براحتك. احنا هنديله تقليبتين كده حلوين. واحنا بقى بندوبه دوت ايس كريم، مش جيلي. في ناس بتحط جيلي، انا ما جربتوش الصراحه، يعني ما اعرفش طعمه ايه او هيعمل ايه، ما اعرفش. انا مش هاخد الباكت كله. بسم الله. انا خدت حوالي نص الباكت، وهحط معايا معلقه كبيره كده هرميه لبن بودر. ليه اللبن البودر؟ اللبن البودر كده هيديله غناوه قوي. كمان لو انا جايبه اللبن من عند حد يعني ربنا يسهله بقى وغاشش اللبن بميه، فمعلقه الحليب البودر ديت هتعادل معايا الميه ديت. هيبقى اكنك جبت شويه ميه وحطيتي عليهم لبن بودر، هيبقى لبن، فهتظبط معايا القوام وهتظبط معايا الطعم. كده هو بقى بريحه وطعم الفراوله. طبعا ممكن تحطي اي نكهه تعجبك، بس المتعارف عليها او اكتر حد بيحبها اللي هي الفراوله. بس اهم حاجه نقلب كويس جدا. بيبقى عامل ازاي؟ ما فيهوش اي تكتلات خالص من الزبادي. انا عندي حله الزبادي، بس للامانه انا ما بحبهاش قوي، وفي ناس كتير جدا ما عندهمش حله الزبادي، فهنتعامل عادي جدا. انا عندي كوبايات، حطي بقى نوع كوبايات، ممكن بطرمانات، يعني ممكن تستخدمي البطرمانات دي، بتبقى حلوه جدا حسب الكميه اللي انت عايزاها. وبما ان احنا الزبادي ما بتبقاش الوجبه الاساسيه، يعني هي مش الوجبه الاساسيه، فمش هنحط كتير، يعني مش هنملى كوبايه قوي، خلاص، بحيث ان هي تاخد معانا عدد اكبر شويه. طبعا وريكي مطرق الحريه، ممكن تحطي كوبايات اصغر من كده بكتير. انا عمل معايا 6 كوبايات وبقى شويه من الحليب. هعمل ايه؟ كوبايه الزبادي زي ما هي، انا ما غسلتهاش. هعمل كده. بصوا شويه الصغيرين عملوا لي كوبايه الزبادي اللي احنا جايبينها من بره، يعني معنى كده ان احنا الكوبايه بتاعتنا ما شاء الله اكبر من اللي احنا جايبينها من بره بكتير. وهقفلها، وهتبقى ديت الخميره بتاعتي، يعني كوبايه الزبادي ديت دي اللي هخليها الخميره بتاعتي لو انا عايزه اعمل زبادي تاني. طب اهم حاجه لما هاجي ادخل دوت، انا ما بحطش ميه سخنه وما بحطش اي حاجه، انا بغطيه في فوطه عشان ما يعرقش معايا، او يعني ما تغطوش بحراره عشان يتدفى معايا كويس جدا. انا مشغله الفرن بتاعي عشان نوع الحليب التاني اللي احنا هنعمله نوع حليب حلو جدا وسهل جدا. لو انا ما عنديش زبادي، يعني انا دلوقتي عايزه اعمل زبادي
وما عنديش كوبايه زبادي، طب هتصرف ازاي؟ هعمل ايه؟ هنشوف في الوصفه اللي جايه هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، لما انا قلت لكم مشغله الفرن عشان انا حطيت البرامات ديت في الفرن تسخن. برامات، كوبايات، اي حاجه ينفع ان هي تتحط في الفرن وعايزاها تسخن. بصوا ده حليب لسه جاي من عند الراجل، انا ما عملتش فيه اي حاجه. بسم الله. بصوا خدتوا بالكم من التش اللي حصلت ديت؟ طبعا هتحطي الكميه اللي انت شايفاها مناسبه. انا البرام ده عندي كبير جدا، فطبعا مش هملاه كله. قسمت الريت بتاع الحليب او كيلو الحليب بتاعي على البرامات بتاعتي كلها. خلاص، عايزه تكتري اكتر من كده براحتك، عايزه تقللي برضو براحتك. هعمل ايه؟ انا خلاص بعد ما طلعت طول سخنين، بعد ما طلعت طول من الفرن، انا طفيت الفرن خلاص. الفرن بتاعي مش شغال ليه؟ عشان انا خلاص مش عايزه يعني مش عايزه الفرن يكون شغال وتغلي معايا. انا عايزه السخونيه بس اللي هدخل فيها البرامات ديت، بس مش هحط الزبادي التاني مع ده مباشر. ليه؟ عشان الفرن سخن جدا. انا ده كده هروب اللبن. انا احتمال احط رتر تاني اكمل عليهم واحط في حاجه تانية، وممكن اسيبه كده مش عارفه اما اشوف بقى ايه هما هنا حابين ايه. انا في المرحله دي بخلي اللبن بتاعي يبقى بيروب، فهعمل معايا الزبادي. لو انا مش كوبايه زبادي بيروب فانا سخونيه، لكن الزبادي اللي انا حاطه فيه لو حطيته لدرجه حراره عاليه جدا معايا مش هيبقى زبادي، هيبوظ معايا. فاستنى يهدى وابقى احط الزبادي التاني، لكن ده هحطه زي ما هو في الفرن بتاعي المطفي. بصوا يا حبايبي، لما عملت الزبادي دوت قلت لكم احتمال اعمل كيلو تاني، فانا حطيت هنا كيلو الا ربع، والربع كيلو زودت بيه الباقيين. بس في الزبادي ده انا غلطت غلطه، فحاولوا يعني ايه تفاتوها. يعني انا خدت بالي، انا حتى ده هتلاقيه متحرك شويه كده. بصوا ادي القشطه بتاعته، هتلاقي فيه شويه ميه زياده شرش. خلاص، ليه شويه الشرش دوت؟ عشان انا بصوا دي الكريمه بقى اللي هي اللباني الاصلي، هي دي الكريمه اللباني. واحده واحده كده بنشيلها بعيد عن الزبادي. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، باينه قوي قوي، حتى ممكن تشيليها بايدك. خلاص، هوريكي تاني من على ايه طبق تاني. بسم الله. بصوا بس عامله، بصي اكني وش كده، هو الوش ده هنصفي بس منه الشرش ده. انا عايزه اوريكي من جوه بقى عامل ازاي. معلقه تانية. بصي بقى اللي حصل، بصي بقى فيه الشرش زياده. ليه الشرش الزياده دوت؟ دي حته كريمه اهي. ليه الشرش الزياده دوت؟ الجو سقع وانا نسيت ادفيهم كويس، فعمل معايا كده. هيترمي؟ لا مش هيترمي، هعمله جبنه. جبنه ازاي؟ هوريكم بقى ايه في فيديو تاني ازاي هنعمله جبنه قريش. واللي هيطلع منه الشرش الخض اللي هيطلع منه او الشرش اللي هيطلع منه دوت هنعمل فيه معجنات. نشوف بقى الزبادي بتاعنا. ده الزبادي بتاعنا، بصوا الوش بتاعه. بصي سيبيه كده مش هيجراله اي حاجه نهائي اهو. سوب تحفه خطير. سوب الكوبايات كلها ما شاء الله تبارك الله تحفه. حتى اللي احنا قلنا هنعملها خميره حلو جدا جدا جدا. طبعا احنا عملنا مع بعض الزبادي العادي وهنعمله مع بعض مرة تانية. يا رب وصفة النهاردة تكون سهلة وخفيفة على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.